ثانية واحدة بس. انجز على طول. يعني انجز طبعا. انا احب اعدي اللي بيقول لك السقه في الفتره الاخيره بقى كانه زي انا؟ لا انت ليه خدتها من ان هي في موزه زي يا ابوي تبقى تعبان عادي. لا هي دي بتجيب فعلا. تجيب ارض. لا تمام الحمد لله. انت هتخش الاي اي هتقابل شخصيات الشخصيات هتختارهم دلوقتي. ماشي اوكي. هيكلموك ماشي. ممكن يهاجموك. ماشي. تفتكر لو شافك في الاي اي بعد سيدة الجميله بعد ما انت عملتها هيقول لك لا انا عملت سيدة الجميلة. هيقول لك ليه جبريل مصطفى ما كانش لا احنا عملنا سيدة الجميلة تناول تاني خالص. احنا بعد طبعا العمل الرئيسي الاساسي يعني. طيب تمام ماشي. أحلى صباح وأحلى فطار وأحلى رمضان 2024. كل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايما تكونوا بخير. يا صباح الخير والسعادة والجمال. النهاردة هنعمل بقى إيه فطار أول يوم رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. هبتدي بقى معاكم دلوقتي طبعا بالإيه. قمت من النوم بدري، ما نمتش كتير خالص. طبعا السحور هي ساعتين 2 طبعا، وصحيت بقى بدري عشان انجز اللي ورايا. بس الصراحة طبعا لازم انا اكون ايه محضرة حاجة الايه المحشي يا جماعة. زي ما احنا عارفين ان اول فطار يوم رمضان هو الحاجة الاساسية ايه طبق المحشي على الايه على السفرة. البطة اللي معايا ديت يعني هي الايه الطبق الرئيسي النهاردة معانا في فطار يوم رمضان. البطة دي بلدي وغسلها كويس قوي ونقعها لمدة 2 وهعمل النهاردة بقى رقاق رقاق طري. الصراحة يعني الرقاق الطري يا جماعة انا ما شفتش احلى ولا اجمل منه. يعني احلى كمان من اللي هو الناشف. انا دايما بجيب الايه الدستة الناشفة دي بقى اللي هي الرقاق اللي هو بيبقى الناشف ده. وعملت كده بقى كمان لحمة عشان انا بحب شوربة اللحمة بعملها على المحشي. نحضر كل حاجة معانا. نحضر طبعا الحلتين الاتنين اللي هي للحمة واحط فيها طبعا الحبهان والفلفل بقى والجزر وطماطمايه وكده للبطة. وان شاء الله هنقطع كمان البصل طبعا ما ننساش والفلفل الاسود ونجهز الحلتين دولت. يبقى ايه نعمل كل حاجة كده ايه بايه بالراحة كده وبهدوء كده. هنلاقي كل حاجة بقت تمام 100 ما نتسرعش ولا ايه ولا نلخبط الدنيا كده. كل حاجة احنا مجهزينها من بالليل وانا عارفة انكم كلكم شاطرين يعني. واللي ادي بقى البتنجان طبعا انا قورته بالليل. وطبعا الطبق الرئيسي النهارده في فطار رمضان مش هقول لكم على السعر بقى بتاعه. بص اللي 100 جنيه الورق العنب. تعالوا بقى شوفوا كده معايا. صينية الرقاق يا جماعة يعني مش هقول لكم بسم الله ما شاء الله طعمها وريحتها كانت قلب الدنيا. يعني الواحد حاسس كده حلوة قوي برمضان يعني صينية الرقاق. وقعدنا بقى نزلنا الاكل من على السفرة وقعدنا على الارض. كل سنة وانتم طيبين والعودة الايام عليكم يا رب دايما بالسعادة وبالخير. رمضان كريم.